كده وصلنا لنص المصلحة. توتو يا قمر يا ابو تكملوا بقى. نوعا ما اللون بيوحي لايه؟ اكتبوا في الكومنت قبل ما توصل للنهاية. بصراحة القمر اللي قدامي ديت كلمتني على الصبغة، عايزة تغير لونها، وانا قلت الصبغات زي ما قلت لكم كتير ان الصبغات بتنشف الشعر. علاج تنشيف الصبغات، علاج تنشيف الشعر يا جماعه بعد الصبغات ضرر كتير جدا. اشتغلي على الحمام الكريم، على البلسم، بلاش شامبو. هنعمل لون النهارده ان شاء الله مع بعض، يا رب يعجبكم. استنوا وشوفوا الفيديو معانا. اللون هيبقى لون يعني خليه مفاجاه، هتشوفوه وان شاء الله هيعجبكم. حاولي على قدر الامكان بعد الصبغات، وبجد في الصيف والايام اللي احنا فيها ديت الكلور والمصايف، استخدمي مرطبات قويه لشعرك. ممكن تعملي وصفات للموز والكوسه. الكوسه بتاعت حاجات كتيره مرطبه. زيوت اللهم صل على حضرتك الكريم، جوز الهند. الزيوت المرطبه جدا ممكن تخش في الوقت ده، في ظل اللي احنا في الصيف، وفي ظل الهيشان اللي موجود، وفي ظل الكلور اللي بيدمر الشعر، وفي ظل الصبغات عشان انتوا بتروحوا الساحل كتير. اهم حاجه يا جماعه في الصبغات نحاول ان احنا على قدر الامكان ان احنا ما نحرقش الشعرايه. حطينا كميه الاكسجين والبودره عشان نبدا نفتح الشعر. دي اول خطواتها، خطوات تفتيح اللون. نسحب اللون عشان نقدر نبدا نخش بالصبغه. حاجه قلبوا يا جماعه على قد ما تقدروا، خلوا الاندماج الكامل في المواد مع بعض. يا جماعه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، هنبدا نوزع البودره على الشعر كله. هنفتح الدرجه واوريكم بعد كده الدرجه اللي انتوا ان شاء الله هتقولوا لي الله ينور عليها. جميله جدا. قمر دمار للشعر. وانا قلت كتير بالله عليكم بلاش صبغات. بس ان كان عايزه تعملي مزاج رايق، بال رايق، عايزه تغيري لون شعرك غيريه، بس انا بنصحك لوجه الله. عيني وجعتني من الصبغه، ما بالك بقى الشعرايه قمر. اقسم بالله بصي هتتحرق. هتتحرق يا قمر، هتتحرق اقسم بالله. مركز على الشعرايه هتتحرق. فبالله عليكي لو ليكي مزاج في الصبغات وبنت زي القمر وبتحبي تغيري لنفسك ولجوزك، ركزي على مرطبات الشعر يا جماعه. مرطبات الشعر قويه جدا، حمام كريم، بلاسم، ما اقولكيش. بصي كل ما تشتهي الانفس من مرطبات. فبالله عليكم يا جماعه ما تدمروش شعركم. بس لو ليك المزاج والهوى ماشي. انا عن نفسي بحب التغيير، انا في بيتي بحب التغيير، اتمنى انت كمان تكوني بتحبي التغيير. كده يا جماعه احنا فردنا البودره. هنفتح الشعر المرحله، هنسيبه نسبه يعني ما نكملش 10 دقايق، وان شاء الله الدرجه هتفتح جامد. وبعد كده هنغسله وهوريكم السوا. كده يا جماعه بعد ما خلصنا فتحنا درجه اللون. بصوا يا جماعه، نقطه اقولها لكم بس. اي شعر طريقه التنشيف بتاعته ما نجيش بعد ما ننشف جايباه كده على جنب وعامله لي كده. يا ستي يا ستي هتدمري شعرك والله. بصي حنيه، ده بياكل وبيشرب وبيتنفس. الشعر ده حياه، يعني لازم تتعاملي معاه ان هو كنز بالنسبه لك. تيجي تنشفي بالراحه كده وتنشفي بالاستشوار على الهادي، على الهادي. ما تجيش بقى تولعي يعني. يا جدعان الشعر ده مش عارف اقول لك ايه. حاجه. بقول لك ايه، اقفلي بس. وقبل ما تقفلي بس ما تنسيش الصلاه على حضره النبي. احنا دلوقتي المرحله اللي بعدها هنخش في الصبغات. استنوا الصبغه وهتعجبكم. وجينا بقى لمرحله الصبغه. هتضيف الكميه على قد الشعر بتاعك برضو. بسم الله. ما تنسوش الصلاه على حضره النبي يا جماعه، الله يبارك لكم. المجال كله، انا ولا عم المجال ولا نيله يا جدعان. اقسم بالله انا نطين خالص، هي من عند ربنا كده ماشيه مع قولوا المثل بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمه ايه؟ مايونيز. تحب المايونيز؟ ماشي. يا ساتر الستر استرها ما تفضحهاش، والغيرك انت ابدا ما تحوجناش. والحق يعلى واعنا على الحق ما نعلاش. اقعد بقى دربي، خدي راحتك، خلي الصبغه مع الاكسجين تضرب تضرب تضرب. جاي افتح.
ادمجوا على قد ما تقدروا. بعد كده بقى نقسم الشعر. تبي فواتح يا وحيد؟ تبي فواتح؟ بس اللهم صل على حضرة النبي. متنسوش يا جماعة الصلاة على حضرة النبي. اللون يا جماعة إن شاء الله هيعجبكم بقى، ولا تقول لي وحيد ولا اسمها إيه البت، اسمها إيه؟ البت اللي كانت بتطلع معانا اسمها إيه؟ معرفش، اللي تقول فواتح يا وحيد، أم حاجة كده. اللي عارف مين يقول اسمها في في الكومنت. أم حاجة، بقت حنة، بقت نروح البيت الولية أقول لها أنا كنت بحني. يا سنة سودة. اقفل يا عم، اقفل يا عم، ده مرتين يا جماعة. تغزوا بقى، ما تبخلوش. انا عارف ان الحاجات بتاعت الستات مكلفة، بس ما تبخليش، اشتغلي عشان تطلعي المنتج اللي انت عايزاه صح. وكله على جفا الزبون. انت مش زبون يا معلم، ماشي؟ ماشي. حاولوا على قدر الامكان توصلوا للجذور عشان تيجي كلها. هي اكيد مش هتيجي معايا 100%، بس في الاخر ان شاء الله هيبقى شكله جميل قوي. طبعا كلكم مستنيين تشوفوا الاخر، وانا هاجي في اخر الفيديو اضحك عليكم، اعمل لكم مش هوريكم. كده وصلنا لنص المصلحة. توتو يا قمر يا ابو تكملوا بقى. نوعا ما اللون بيوحي لايه؟ اكتبوا في الكومنت قبل ما توصل للنهاية. بصراحة عجبني، انا بفكر اعمله لو طلع عليا صبح يعني، لو طلع عليا صبح هعمله. يا الله يا ولي الصابرين. بس بجد تعب. الستات لما بتروح كوافير او بتوع كوافير بجد يعني حقهم يتعبوا. لا حقهم، هم تعبانين، هم تعبانين. حنة، حنة. اقفل يا عم عشان ما نطولش عليهم. طيب لو اللون عجبكم اكتبوا لي في الكومنت. شايفين اهو، اكتبوا لي في الكومنت وان شاء الله اقول لكم درجة الصبغة. ولو عجبتكم ما تنسوش بقى زي ما انا قلت، دعوة جميلة ومش محتاج بس غير الرضا، نور الرضا يا قمر. ربنا يا رب يجعلكم نعمة في حياتي. وانا متشكر للعروسة ومتشكر للراجل اللي بيصور ده، تعبان 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 جدا. ربنا يبارك له. وشكرا لكم، واتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنسوناش بقى من الدعوة الجميلة.